من وأنا صغير كان عندي حلم واضح جدا أكون سواق شاطر وأمتلك عربيتي الخاصة. كنت دايما لما أمشي في الشارع وأشوف العربيات الجديدة أتخيل نفسي قاعد على الكرسي اللي قدام ماسك الدركسيون والأغاني شغالة على صوت خفيف والهوا داخل من الشباك. لكن لما كبرت ودخلت في سن ال17 فهمت إن الحلم محتاج مجهود مش قليل. أنا مش من الناس اللي معاها فلوس جاهزة يروحوا يشتروا عربية كده على طول، لأ كنت لازم أتعب. بدأت أشتغل بعد المدرسة في أي حاجة أقدر أعملها. مرة كنت بوزع طلبات ومرة كنت بساعد في مغسلة عربيات ومرة اشتغلت مع واحد قريبنا عنده ورشة ميكانيكا. كنت باخد فلوس قليلة جدا بس كنت بحوش كل قرش. كنت حرفيا بوفر كل مليم. كنت بحس ان العربية اللي في خيالي بتقرب مني كل ما اسيب حاجة لنفسي واقول خليها للعربية. عدى حوالي سنة وانا شغال وتعبان لحد ما جمعت مبلغ بس برضه مش كفاية اشتري عربية جديدة. ساعتها بدأت ادور على عربية مستعملة، حاجة تكون بسيطة ابدأ بيها. قعدت اسبوعين على مواقع العربيات واسأل كل الناس اللي اعرفهم. وفي يوم كده وانا في الورشة جه راجل كبير بعربية بتاعته قديمة، لانوس موديل 2008، وبيقول انه عايز يبيعها. ما كنتش مصدق ان دي ممكن تبقى فرصتي. قعدت مع الراجل واتكلمنا. هو كان راجل طيب بصراحة، ولما عرف ان انا لسه في اول حياتي ودي اول عربية بحلم اشتريها قال لي بص يا ابني، العربية دي خدمتني سنين وعايز اسيبها لحد هيقدرها، خدها بسعر كويس. اتفقنا على سعر اقل من اللي كنت متوقعه، بس المشكلة كانت ان المبلغ اللي معايا ناقص شوية. رجعت البيت وانا مكسوف اطلب من ابويا، بس لما حكيت له كل اللي حصل اتفاجئت برده وهو بيقول لي انا كنت متابعك يا ابني وشايف قد ايه بتتعب والباقي عليا. والله ساعتها حسيت اني طاير من الفرحة. تاني يوم رحت استلم العربية قلبي كان بيدق بسرعة وانا بمضي العقد كأني بمضي على اول خطوة حقيقية في حياتي. مسكت المفاتيح وركبت. ريحة العربية قديمة كانت بالنسبة لي أحلى ريحة في الدنيا. فتحت الأغاني وسوقت أول مشوار من الورشة للبيت. كنت حاسس إن الشوارع كلها بتسقفلي، كل إشارة كل مطب حتى الزحمة كنت مستمتع بيها. بدأت أتعلم أكتر عن السواقة والصيانة. في الأول كنت بخاف أطلع بيها بعيد، لكن بعد فترة بقيت أخرج بيها الساحل وأروح بيها الشغل. كل مرة كنت بسوقها كنت فخور إن دي نتيجة شغل إيدي وتعب سنة كاملة. الناس الناس اللي لما كانت تسألني الناس لما كانت تسألني ازاي اشتغل الناس لما كانت تسألني ازاي اشتريت عربية وانت عندك 18 سنة، كنت أضحك وأقول لهم مش بالعمر، بالعزيمة. ولحد النهاردة العربية دي بالنسبة لي مش مجرد وسيلة مواصلات، دي رمز إن مفيش حلم كبير على اللي عنده نية حقيقية يحققها.